السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي الممثل السوري محمد قنوع في ثاني يوم من عيد الفطر عن عمر ناهز 49 سنة إثر احتشاء في عضلة القلب. ونزل خبر وفاة الممثل قنوع كالصاعقة في الوسط الفني وبين معجبيه، وهو من مواليد دمشق 26 سبتمبر 1973، ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق. اشتغل لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخوين قنوع، وهو ابن للفنان والمخرج الإذاعي مروان قنوع. كما كانت بدايته الفنية الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في سلسلة كوميدية شهيرة مرايا، كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة، وشارك في مسلسلات عديدة أهمها باب الحارة، مرايا، طاحون الشر، قمر الشام وغيرهم من الأعمال. وكان آخر عمل له مسلسل شومان الذي مر خلال شهر رمضان العربجي. أين لعب دور شومان في المسلسل؟ قتل في الحلقة 21 على يد عبد العربجي. ونشر الراحل صورة شخصية شومان وعلق قائلا: وداعا شومان، على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا، والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي.